هاي جايز، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو ان شاء الله راح يكون عن جرائم المتابعين بارت 1. راح اسوي بارتات 1 و 2 و 3. كل بارت راح يكون قصة صغيرة، يعني هذا قصص محرجة، قصص مرعبة كذي. اوكي، فاكتبوا بالكومنت يعني التعليقات قصصكم. بس والله let's go. يقول صاحب القصة: أنا اسمي علي. مرة بالويكند في إجازة الويكند دق علي صاحبي أحمد، فقال لي إيش رأيك نروح لصالة التزلج، لأن اليوم أنا علي يعني تدريب، إيش رأيك تروح معي؟ فأنا أكيد وافقت. فرحت السوق، اشتريت الأشياء المطلوبة وتوجهت على صالة التزلج. فتعرفون هذه الحذاء اللي يكون من تحت حديد، يكون كذا زي السكين حاد مرة؟ هذا اللي كنت أنا لابسه. المهم أنا كنت أبدا ما أعرف أتزلج، بس عكس أحمد كان مرة يعرف يتزلج. فأنا كنت أحاول، هو يحاول يعني يعلمني، فأنا كنت أبدا ما أعرف، كنت طول الوقت أطيح. فكان لعل تحمست شوي وركضت يعني فيه، يعني تزلجت فيه، إلا ما خلاص حسيت إني خلاص بطيح. مسكت بواحد كان جنبي، ما أعرف شو اسمه، بس كان واحد ما أعرفه، مسكت فيه إلا ما خلاص يعني خلاص بطيح. طحت فوقه، والحاد هذا اللي بالحذاء يعني شو اسمه، يعني شلون أقول لكم، يعني عورت رجوله، هذا يعني طلع من رجوله دم. فراح المستشفى وأنا رحت زرته وهو سامحني وبس. والله صراحة إنه صدق ترى هو مرة حاد مرة. أتذكر مرة زمان أتذكر لما كنت ألعب زمان بالشارع يعني. المهم إنه كان في، أتذكر كان في ناس يعني كان عندهم مو هذا، لا مو حق التزلج، لا كان تعرفون سكوتر، زي سكوتر، حتى أنا ما كنت أعرف له، بس والله الصراحة مرة حاد. أعرف أنا هذا كان مرة حاد. المهم خلونا نروح للقصة الثانية. تقول صاحبة القصة: أنا كنت أحب مرة أتضارب مع الناس، يعني ما كنت يعني، صح إني كنت عمري 5 سنين، بس كنت أعرف أتضارب مرة مع، يعني ما أستحي ولا أقول خلاص ولا أبكي، لا، إذا أحد ضربني أضربه. ففي مرة من المرات يعني أخوي ولا رفيجاتي، بعد ما وصلت للمرحلة الثانوية كان يعني مدرستنا فيها بنات وأولاد، ففي صارت هوشة بين صديقاتي وولد، يعني كان يسبهم وكذا. المهم أنا رحت بعد ما قالوا لي البنات، أنا ما كنت موجودة، بعد ما قالوا لي البنات أنا شفت هذاك الولد بنص الساحة، فركضت وضربته وسبيته، إلا ما يلتف علي وما طلع الولد، طلع من المدير. أمبيه يا أخي، أحس فشلة مرة بالثانوية وتضاربين. أوه ماي جاد، أحس كان بهذاك الوقت حست إن الأرض تنشق وتبلعها. صراحة صدق مرة فشلة. بس المشكلة هنا اللي أنا استغربت منه شوي، إن المدير شلون يعني، يمكن الثانوية عندهم يلبسون عادي، ولا المدير لابس نفس الطلبة، والله ما أدري. بس المهم إنه كانت مرة فشلة، متأكدة إنها فشلة. وبعد سبتيش قلت بعد الله يعني الله يرحمك. المهم هي ما كملت صار فيها وكذا ويعني. بس خلونا نروح للقصة الثانية. تقول صاحبة القصة: لما كان عمري 8 سنوات كنت أحب أربي القطط مرة كثير، فأمي ما كانت أبدا تسمح لي إني أربي قطط. فمرة من المرات أمي وأخواني راحوا السوق وأنا ما رحت معاهم. فأنا قلت يعني زهقت، وقلت ليش ما أروح أجيب قطوة وألعب معاها وكذا وأربيها. فيعني أكيد وافقت، يعني بعقلي قلت أكيد خلاص راح أسويها. رحت صليت بالمسجد، وأنا راجعة من المسجد لقيت قطوة، فأخذت هذه القطوة وغسلتها. هي تقول حممتها، بس يعني غسلتها وحطت لها شامبو، يعني غسلتها ولعبتها لين ما حست إن خلاص أهلها جايين.
فحطتها بالدولاب، يعني دولاب الملابس ودولاب الملابس ويعني تخبتها. فنسيتها مرة، يعني جو أهلها وكذا نست إن القطوة بالدولاب. في اليوم الثاني أخوي جاء يصارخ علي، يعني بهذاك الوقت أخوي جاي يصارخ علي يقول يناديني باسمي، يعني ما أدري شو اسمه بس كان ينادوها مثلا يا سارة يا سارة يا سارة، كانوا يصارخون عليها، يصارخ عليها يقول شنو تسوي القطوة الماي تسد دولابك. أنا جاء على بالي القطوة اللي أمس ربيتها، فأنا انفجعت، ولما فتحت الدولاب شفت هذه القطوة، وشفت القطوة وأنا انصدمت وبكيت، ويعني سويت دراما. لا والله ما هو دراما الصراحة، صدق يخرع الموقف. أنا أتذكر لما كنت أمشي بالشارع كنت أحيانا ألاقي يعني قطوة مايتين بس المهم إنه هو يعني صارخ علي وكذا، يعني قبل ما أهلي يجون، يعني باليوم الثاني بعد أهلها راحوا وهي كانت نايمة، أتوقع قصدها كذي. المهم فقال وديها طلعيها برا قبل، وإذا ما طلعتيها برا راح أقول لأمك. فأنا أخذ لماما قاعدة أخربط شوي، فأخذت القطوة وحطيتها يعني عن باب العمارة بدون ما أحد يشوفني. وتقول الحين عمري 18 سنة، وأمي جابت لي قطو جديد اسمه دودو كيوت، أحس اسمه حلو. المهم وتقول انتبهوا، يعني إذا أمكم ما سمحت لكم شيء اعرفوا إنها يعني هي تبي مصلحتكم وبس. والله أحبش كثير، وأنا بعد والله أحبش كثير، وصدق الصراحة هدي أحس الموقف يخرع. فتحت الدولاب وشفتيه ميت، بس يقول صاحب القصة الثاني، يقول أنا اسمي محمد. لما كنت صغير تقريبا كان عمري 4 سنوات كذا، كنت أتضارب مع أختي، فيعني تهاوشنا فهي سبتني وكذا، فأخذت القلم حق المدرسة وطعنتها بيدها. فمن صراخنا أمي جت وسمعت من الصراخ، أمي جت يعني من سمعت صراخ جت وشافت أختي يدها كلها دم، ودتها المستشفى، وكانوا راح يودوني الإصلاحية، يعني المستشفى كذا كانوا راح يودوني الإصلاحية، يعني سجن الأطفال شنو الأطفال وبس. يعني أنا من الدم لما شفت الدم خفت مرة كثير، أكيد راح تخاف يعني شايف بعد. المهم يقول بس والله انتبهوا، يعني مو بالهواش وكذا، كان يعني عمري يعني كنت صغير، المتابعين كلهم كانوا صغار، بس لما هذيك البنت اللي كانت بالثانوية كانت كبيرة وتتهاوش. المهم خلونا نروح للقصة الأخيرة. المهم القصة الأخيرة واللي قبل الأخيرة. المهم تقول صاحبة القصة في مرة من المرات بالمدرسة كنت أتهاوش مع بنت، في الروضة كنت أتهاوش مع بنت فهي قالت يعني سبتني وكذا، فأنا مسكتها من رقبتها وخنقتها، ودوها يعني هي أغمى عليها، ودوها المستشفى، وقعدت أسبوع كامل بالمستشفى. فأم البنت دقت على أمي وقالت البنت كانت يعني البنت ما كانت تقدر تاكل ولا تتكلم ولا تشرب بسبب بنتك. وتقول للحين كل ما أشوف البنت يعني أرحمها وبس. والله هذه هي قصتي. المهم قصتك مرة حلوة، يعني مو حلوة بس المهم كنت صغار. المهم أحس إن المتابعين كلهم كانوا مجرمين صراحة، صدق والله. وبس والله، باي.